السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. حصل معاك قبل كده انك تدخل تشتري لابتوب او جهاز كمبيوتر وفجأة البياع يسألك عايز كور كام، او عايز اي 3 او اي 5 او اي 7، قول لي الجيل اللي انت محتاجه ايه، واسئلة شبه الاسئلة دي، وتحس كده ان انت بقيت فجأة في امتحان شفوي مش في محل كمبيوتر. الاسئلة مش اسئلة بس محرجة، لا انت ساعتها بتحس ان انت عايز تسيب المحل وتجري. بس ما تقلق، الفيديو ده معمول علشانك، علشان ينقذك من الموقف ده ويخليك ترد بثقة على اسئلة شبه الاسئلة دي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. النهاردة هنتكلم عن حاجة دايما بتسبب حيرة لأي حد بيشتري كمبيوتر أو لابتوب، ازاي تختار البروسيسور المناسب، وهل الكور أهم ولا الجيل. النهاردة إن شاء الله هنفهم مع بعض كل حاجة ليها علاقة بالكور والجيل. لو جاهزين يلا نبدأ. ايه هو الكور؟ الكور هو الوحدة المسؤولة عن تنفيذ العمليات داخل البروسيسور. كل ما زاد عدد الكور كل ما كان الجهاز قدر يتعامل مع برامج وأوامر أكتر في نفس الوقت. مثال بسيط، تخيل مطبخ في مطعم، لو عندك طباخ واحد يعني كور واحد هيقدر يطبخ وجبة واحدة بس في المرة الواحدة، لكن لو عندك 4 طباخين يعني 4 كور هيطبخوا 4 وجبات في نفس الوقت. طيب ايه هو الجيل؟ الجيل هو النسخة او الاصدار من البروسيسور. مع كل جيل جديد انتل بتطور الاداء وبتقلل استهلاك الطاقة وبتحسن كمان من السرعة. تخيل موبايل جديد كل سنة بينزل بامكانيات احدث من اللي قبلها. نفس الفكرة مع الجيل، تقدر تعرف الجيل من رقم البروسيسور. يعني مثلا البروسيسور اي 5 اللي بيبقى مكتوب جنبه رقم، اول رقمين من ناحية الشمال هو ده الجيل. يعني البروسيسور الاول ده الجيل العاشر اي 5، البروسيسور الثاني اي 3 الجيل 12، البروسيسور الثالث اي 7 الجيل 13. لو لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك اعمل لايك للفيديو، غالبا انت ناسي. ازاي هعرف عدد الكور والجيل كام؟ ممكن تعرف الكلام ده بطريقتين. الطريقه الاولى، لو عملنا كليك يمين على زيز بي سي واخترنا بروبرت هيظهر عندك كل المعلومات الرئيسيه للجهاز بتاعك ومن ضمنها هتلاقي البروسيسور، لكن الطريقه دي مش هتعرفك عدد الكور. الطريقه الثانيه اختصار من الكيبورد، لو عملت كنترول شيفت وسكيب هيظهر عندك حاجه اسمها تاسك مانجر. لو فتح عندك التاسك مانجر بالمنظر ده دوس على السهم الصغير اللي جنبه مور ديتيل علشان يفتح التاسك مانجر بالشكل الكبير ده. بعد كده هتدوس على التابة الخاصة بيه بيرفورمانس، هيظهر عندك الشكل ده. اتأكد انك دايس على سي بي يو، هيظهر عندك كل المعلومات الخاصة بالسي بي يو او المعالج او البروسيسور الخاص بالجهاز عندك. اول حاجة خالص المعالج من شركة انتل، الفئة اي 7 الجيل 13، وسرعة البروسيسور 3 جيجا هرتز. هتنزل تحت شوية هتلاقي كلمة كورز، دي معناها ان المعالج ده 8 نواة او 8 كور. هل عدد الكور أهم من السرعة؟ الإجابة هنا بتعتمد على استخدامك. لو بتحتاج تشتغل برامج كتير مع بعض عدد الكور بيبقى أهم، أما لو بتشتغل برنامج واحد لكن تقيل السرعة هنا هي اللي أهم. هل كل الإصدارات الآي 7 بنفس القوة؟ لا، لأن كل إصدار بيختلف بناء على الجيل، زي الجيل العاشر والجيل ال11. كل ما الجيل كان أحدث كل ما الأداء بيكون أقوى. هل عدد الكور بيحدد الأداء؟ مش دايما. عدد الكور مهم جدا لكن في عوامل تانية كتير بتأثر على الأداء، زي سرعة الكور نفسه، الكاش ميموري، الجيل. طيب ايه العلاقة ما بين عدد الكور والاي؟ كل ما تطلع في الفئات من اي 3 لاي 5 لاي 7 كل ما عدد الكور بيزيد مع تحسين السرعة والكاش كمان. طبعا الجيل بيلعب دور مهم جدا هنا، يعني الاي 3 من جيل 12 ممكن يكون اسرع من الاي 5 من الجيل 8 رغم ان عدد الكور اقل. وهنا تيجي النقطة اللي بنحتار فيها كتير كلنا، هل اختار اي 3 من جيل حديث ولا اختار اي 5 من جيل قديم؟ ايه الافضل، اي 3 احدث ولا اي 5 اقدم؟ السؤال ده بيعتمد على استخدامك. لو استخدامك بسيط زي تصفح الانترنت، تشغيل فيديوهات، برامج خفيفة، يبقى اي 3 من جيل حديث هو الافضل ليك. ليه؟ لانه بيقدم لك كفاءة، طاقة اعلى، وتقنيات احدث. انما لو بتستخدم برامج تقيلة زي الالعاب والمونتاج اي 5 من جيل اقدم ممكن يكون مناسب اكتر، لانه غالبا بيكون بعدد كور اعلى. بس خلي بالك عدد الكور مش كل حاجة، الجيل الحديث مهم جدا لتحسين الاداء. الفرق ما بين اي 3 اي 5 اي 7 واي 9، اي 3 بيكون مناسب للمهام اليومية الخفيفة زي تصفح الانترنت، تشغيل الفيديوهات، استخدام برامج الاوفيس. عدد الكور فيه بيبقى غالبا من 2 ل 4 كور، ده بيكون مناسب للمبتدئين او للميزانية القليلة. اي 5 ده اختيار متوسط للالعاب الخفيفة والبرامج الهندسية الخفيفة وتعدد المهام. عدد الكور فيه بيبقى من 4 ل 6 كور، مناسب لو عايز جهاز قوي بس بتكلفة معقولة. اي 7 مناسب للمحترفين، المونتاج، العاب تقيلة، برامج هندسية تقيلة. عدد الكور هنا بيبقى من 6 ل 8
الكور وساعات كمان اكتر. بيحقق التوازن رائع ما بين الاداء وما بين السعر. i9 بيبقى اقوى واحدث للاداء، عالي جدا للالعاب التقيله، برامج 3D واي شغل يتطلب قوه خارقه للجهاز بتاعك. عدد الكور بيبقى من 8 ل 16 كور ويمكن اكتر. غالي شويه لكن مناسب للمحترفين وللمحترفين بس. شوف احتياجاتك الأول بدل ما تدفع فلوس في معالج مش هتستخدم كل إمكانياته. شاركنا بقى في تعليق ايه أكتر معالج ممكن ينفعك في شغلك ويكون مناسب ليك، وهل بتفضل المعالج الأحدث من فئة أقل ولا القديم من فئة أعلى؟ ايه اللي بيربط ما بين الكور وما بين الجيل؟ بيأثر على سرعة الكور، يعني بروسيسور i5 من الجيل ال 12 هيكون أقوى وأسرع من i7 كور 8. ما تبصش على الاسم بس، شوف الجيل علشان تعرف الأداء الحقيقي. لو أنا كنت مهتم بالألعاب، هل الكور هيبقى أهم ولا الجيل؟ الاتنين أهم من بعض. عدد الأنوية أو الكور بيأثر على قدرة المعالج في التعامل مع المهام المتعددة، إنما الجيل بيأثر على كفاءة وسرعة الأنوية دي. للحصول بقى على أفضل أداء في الألعاب يفضل اختيار المعالج بعدد أنوية مناسب وجيل حديث. هل زيادة عدد الأنوية أو الكور يعني بيزود من أداء الجهاز؟ أكيد طبعا، زيادة عدد الكور ممكن تحسن من أداء الجهاز، خاصة في المهام المتعددة والتطبيقات اللي بتستفيد من عدد الأنوية أو الكور، زي مثلا مونتاج الفيديو، الألعاب الحديثة. ومع ذلك الأداء برضو ما بيعتمدش على عدد الأنوية بس، برضو بتبقى السرعة والكفاءة حاجة مهمة. يعني ايه اصلا i3 و i5 و i7؟ اول حاجة الارقام دي مش بتعبر عن الاجيال، لكنها مستويات اداء داخل نفس الجيل من المعالج. يعني شركة انتل من الشركات اللي بتعمل بروسيسور وبتصنع معالج تحت فئة اسمها انتل كور. انتل كور ده او الفئة بتاعت انتل كور تحتها متقسم مستويات. المستويات دي مستويات مختلفة زي الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9، وفهمنا كل واحد بيبقى مناسب في مهام معينة. هو في علاقة ما بين المعالج او البروسيسور وما بين باقي مكونات الجهاز عندي. المعالج او البروسيسور مش العامل الوحيد اللي بيحدد سرعة الجهاز. لو عندك معالج قوي او بروسيسور قوي لكن معاه رام قليلة او معاه هارد HDD بيبقى الاداء غالبا ضعيف. الافضل يكون عندك هارد SSD بدل HDD، والرامات تكون 8 جيجا او اكتر لو بتشتغل على برامج كتير. وبكده تكون عرفت يعني ايه كور وايه الفرق ما بين الاي 3 والاي 5 والاي 7 وازاي تختار المعالج المناسب لاحتياجاتك بكل سهولة. دلوقتي القرار بقى اسهل وانت جاهز تاخد خطوة ذكية في اختيار جهازك. لو عندك اي سؤال او محتاج نصيحة قبل ما تشتري جهازك سيب لي تعليق وهرد عليك بنفسي. ودايما بفكركم ما تنساش تتعلم ببساطة وتحب اللي انت بتتعلمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.